هاي جايز، ويلكم باك. اهلا بيكم في فيديو جديد من داخل سينمات سان ستيفانو. حلقه 10:30 الصبح اتفرجنا على فيلم سوبرمان 3D لسه خارجين منه حالا. معايا اخواتي وحبايبي، معايا محمد شعبان شاب تي في، ومعايا اخويا مروان مارو. احنا بنسبه كبيره يعني فانز دي سي تقال جدا، بنحب دي سي جدا، بنحب الكوميكس جدا، وبنحب الافلام وشغوفين بالسينما، بنحب نتفرج على افلام وبنحب السينما جدا. ده مجرد انطباع بسيط ورأي مبدئي عن فيلم سوبرمان من دون الدخول في تفاصيل. احنا بس هنشارك آرائنا مع بعضينا عن الحاجات اللي احنا حبيناها في الفيلم رغم انها قليله جدا، والحاجات اللي احنا ما حبيناش في الفيلم واللي هي كتيره جدا. ففي بدايه الحلقه ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الحلقه. I'm gonna make him an offer he can't refuse. My life is nothing but a comedy. I'm the real hero. تمام يا شباب، اول حاجه نبدا نتكلم عنها هي ان تجربه السينما نفسها ما كانتش الطف حاجه. ممكن الفيلم لما ينزل بلوراي نشوف الوان افضل، نشوف حاجات افضل، ولكن احنا هنتكلم عن اللي احنا شفناه. انا بالنسبه لي الاخراج كان فيه مشاكل كتيره جدا. انا ما حبيتش رؤيه جيمس جان للفيلم، وما حبيتش رؤيه جيمس جان لسوبرمان. هو فاهم سوبرمان صح، فاهم ان هو البيكن اوف هوب، فاهم اللي هو الامل والتفاؤل بلا 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 والكلام اللي احنا بنحبه ده، ولكن توظيف هذا الكلام جوه الفيلم وتنفيذه ركيك لابعد درجه. بس الفيلم موديوكر، فيلم طفولي، فيلم كرتوني، فيلم ما فيهوش الا كريبتو ومستر ترافيك. احنا نسينا ان الفيلم بيتكلم عن سوبرمان. فين سوبرمان في الفيلم؟ ينفع تجاوبنا مره؟ فين سوبرمان؟ بص، هو مبدئيا يعني انا حسيته سوبرمان انيميشن. كان قاعد يقول لك هيرجع سوبرمان كوميك وسمك، لا ما فيش الكلام ده. سوبرمان عادي، مش شبه الكوميك خالص، مش اسلوب الكوميك نهائي. يعني حتى الكوميك دلوقتي الجديده يعني كوميك ظلاميه سوداويه جديه واقعيه، لكن اللي احنا شفناه في الفيلم ده لا، ده مش ده بقى القديم، كوميكس القديمه بقى، السبعينات الستينات بتاعت زمان. لكن دلوقتي الواقع اللي احنا فيه دلوقتي لا. طبعا انت عارف ان جيمس جان جاي من مارفل. جيمس جاي من مارفل، بس كان جاي بفضيحه عشان اللي هو ما فكر ان هو جاي ايه ده اللي هيجي بقى اللي هيجيب النهايه. لا، هو كان جاي بفضيحه. احنا اتكلمنا، هو دور الفضيحه دي اصلا ما كانتش جاي. الله ينور عليك. احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا في فروقات كبيره ما بين ستايل دي سي وستايل مارفل. بالظبط. فيلم النهارده اثبت ان ستايل مارفل ينفع على افلام دي سي. لا، الفيلم بتاع النهارده بقى بالذات اثبت لنا ان مارفل اصلا ما تتجرأش تعمل فيلم زي سوبرمان. ده سوبرمان شخصيه اساسيه يعني. لا، انا بتكلم على سوبرمان جيمس جان 2025 بالظبط. مارفل ما تعرفش تعمل فيلم زيه. مارفل ما تتجرأش تعمل في شخصيه اساسيه بالاسلوب ده. يعني ما تقدرش تعمل كده في كابتن امريكا ولا ايرون مان ولا سبايدر مان. حتى انا شايف ان هي ممكن سبايدر مان شويه هتبوخهم لو عملت كده. بالظبط. فتخيل بقى انت باقي الشخصيات بقى، الشخصيات الثانويه والشخصيات الدرجه الثالثه والرابعه، ومهتم بيها ومهتم بيها كده يعني. هو اصلا يعني هو شغفه كله بيجيب لك شخصيه ما حدش بيسمع عنها، الله ينور عليك، ويحطها لك في الفيلم. مخرج نيش. بالظبط. هو حرفيا مخرج نيش، يجيب حاجات من نيش لمعها ويطلعها. بالظبط. ده حاجه فظيعه. اسلوبه كده من زمان يعني. كتير في جاردنز جالاكسي احنا شفنا في حتى مشهد جوه يعني حرفيا متاخد كوبي بيست من جاردنز جالاكسي. هو وليه كاست ثابت اللي عمل يندر اخوه مش عارف مين. من زمان. طب ما احنا نعمل فيلم ولا نعمل شله؟ يعني انا اخدك انت ونروح نعمل فيلم دلوقتي؟ ايه العبط ده؟ احنا بنتكلم على شركه وبنتكلم على كوميك بوكس. بص، انا ما يهمنيش الكلام ده كله على قد ما يهمني جوده الفيلم. ما هو جوده الفيلم سيئه بسبب انا مش عارف، حسيت ان انا بتفرج على جاردنز اوف ذا جالاكسي جزء رابع. انا حسيت ان هم ستار لورد هيظهر في مشهد من المشاهد دي. افرح واضحك انسى المشهد بتاع الكون اللي هو اللي حابس فيهم مش عارف قرود وبتاع. ايه العبط ده؟ ما دول الفانز بتاع جيمس جان. يا مجنون يا مجنون.
ما هو يعني بالظبط. حتى وجايب لك كيبورد ووريرز. فاهم، كيبورد ووريرز بيتحمقوا وما بيصرخوا. ايوه ايه ده يا نهار اسود، هم دول اللي هيصنعوا بوكت رياليتي ويعرفوا الفيلم ده، هيصنعوا بوكت رياليتي ويطبلوا الفيلم ده. مش عارف والله يا جدعان، يعني احنا بنحاول ما نكونش سلبيين، احنا بنحاول نبقى موضوعيين ونحاول نبقى حياديين، بس بجد يعني التطبيل اللي حصل قبل الفيلم ده احنا كنا شايفين يعني هل احنا سابقين الزمن؟ هل احنا ناس جامده جدا عارفين ان الفيلم هيبقى وحش من قبل ما ينزل، ولا هل ده بسبب ان احنا عارفين الفروقات الكبيره ما بين مخرج والتاني؟ ما بقولش ان زاك سنايدر عبقري، انا بس واحد عارف بقول ان في دماغه ماشيه تون. ازاي، الله ينور عليك، عارف شغله عمله قبل كده. فعارف الريتم اللي هو ماشي عليه، الله ينور عليك. فهيفضل ماشي على الريتم ده، مش مش هتعرفوا هيغير. تغيروه، بالظبط. مش هتعرفوا تغيروه. بس هم دي سي مبروك كسبوا الجوهره. بقى يعني انا بحب الجوال- بس اقول له حاجه، ورنر بروس البسوا جيمس وارن خلاص. والله العظيم خلاص خير كده، الكلام ما خلاص قل خلاص ودل. بنت لذينه. خير الكلام ما لا قل هتعرفوا ودل. ترجعوا ولا هتعرفوا تقدموا. وبالنسبه للفيلم ده الفيلم ده ما يتبناش عليه حاجه. يعني انا هيتبنى قاعد- عليه سوبر جيرل. هم؟ سوبر جيرل اللي ظهرت نزلت جايه سكرانه، جايه سكرانه من الفيلم ده الفيلم ده هيتبنى عليه سوبر جيرل. يعني انا مش فاهم، هي جايه سكرانه تمام واخدت الكلب ومشت. يعني ايه الاضافه في كده؟ لا مش عارف. سوبر جيرل يعني موجوده في العالم ده، يعني المفروض اصلا كارا زوريل كانت جايه بكارثه ان الكوكب بتاعها اتدمر، وبرينيا جاي. انا كنت متوقع كده، كنت متوقع ان هي جايه ومتدمره ومتشلفطه لا ما حدش في العالم ده واقعي او عنده او مشاعر او انسان. يعني ما فاهم فيش. انت؟ يعني حتى قلت المشهد بتاع ابو وامه، ابوه وامه ملوش لازمه في الفيلم، يعني بيقولوا كلام عادي جدا. يعني انت عادي يعني متخيل ان انت كان عندك راسل كرو وعندك مايكل شانن عامل زود. انا مش شايف تهديد في الفيلم يا جماعه. انا الفيلم كله بتفرج عليه مش شايف تهديد فيه. ايه الخطر الاعظم اللي انت شايفه ندا لسوبرمان؟ مفيش. ايه يا お前はもう死んでいる。 انا مش شايف ان في خطر على سوبرمان، مش شايف حاجه ندا لسوبرمان، مفيش حتى خطر لو الكلون اعظم. بتاعه مش خطر، انت عارف ان هو هيكسبه لان اللي بيتحكم يعني فيه واحد بدراعات. احنا بنلعب اتاري، احنا في فيلم اتاري A1 D3 K23 بتقول له حركات بحروف بارقام. ايه ده؟ ايه العبط ده؟ ما انا مش فاهم برضه. حتى البتاع بقى لما بوظوا له الكاميرا، الكريبتون هو اللي بوظ الكاميرات، وده بوظ مش عارف التواصل، طريقه التواصل. البتاع برضه بقى بيحاول يعافر، بس برضه ملوش مفيش. شخصيه بقى، خلاص شخصيته مفيش راحت. شخصيه. يعني انا الله البتاع ده ينور كنت عليك. عايز اعرف البتاع ده كريبتوني ماشي، انا شايفه طلع ليزر وبيطير ونفس قوه سوبرمان، بس ايوه ايه بقى الخطر؟ رغم ان هم قالوا ان هو اقوى اذكى اسرع ولا اي حاجه. انت بتل اند دون شو. Look at this dude. فيلم ما فيهوش فلسفه، ما فيهوش حاجه، مش حاجه يعني تتقدم، انا مش شايف حاجه جديده. ليكس لوثر كتابه لا، هو مش مقنع كليكس تماما، وليكس اساسا مكتوب غلط. يعني هو من كل مشهد مكتوب واحد غلط. في الاخر خالص وهو بيعيط، بس- ده بقى ده بس ماشي. مشهد ركيك قوي يعني. بالظبط. قفل المشهد اللي هو دي 1 يعني انت قفلت المشهد بحركه طفوليه جدا. إن السكريبت اللي كتب السكريبت ده المفروض اللي يتحاكم. كاتب السكريبت ده، يعني انت في تعبان مشهد جدا. بيقول له ده انا هستجوب كلارك كنت، وانت اصلا مش عارف. انا اخدتها ان هو بيتريق، لان أنا مش عارف. انا محترم للأسف. ذكاء ليكس، لكن انا اخدتها ان هو بيتريق. بس في احتماليه ان انت بتقول ليكس في صح. الكوميكس يا جماعه، في الكوميكس وفي الانيميشن وفي اي لا، عمل خدت بالك فني، ان في الفيلم ده جيمز، حتى الجيمز ليكس عارف مين سوبرمان. لا، واخدت بالك ان في كل العوالم او في كل الزرات ليكس اللي احنا شفناها بيثبتوا ان ليكس ذكي قولا وفعلا، وعمل كده ازاي وبقى كده ازاي وليه وبتاع. في الفيلم ده هو عمل بوكت رياليتي، عمله ازاي ما نعرفش. هو جاب ناس ليه ما نعرفش. هو بيعمل كده ليه؟ عشان بيكره سوبرمان. ايه ده؟ الكتابه الضعيفه دي. إيه فين ابعاد الشخصيه؟ شخصيه وان دايمنشن رماديه جدا، بكرهه لمجرد ان انا بكرهه. احنا كنا بننتقد الشخص اللي ما بيدينا اسباب وبيدينا دوافع وبيكتب شخصيات حلوه وبيعمل افلام حلوه. ودلوقتي قدام هذا هو مش فيلم، قدام هذا الكرتون. فيلم مان 15 اوف سنة. ستيل كان من 12 13 سنه. ما الواد ده يعرفش كان عنه 3 3 سنين، يعني سنين. ما حضرش ما يعرفش حاجه يا زميلي. هو اصلا السينما كلها كانوا فيها 3 غيرنا.
بس جماهير عريضه يعني. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، إنني أرى جحافل أمامي. ما شافش افلام كتير، نقدر نقول كده ما شافش افلام كتير، خلينا نقولها بطريقه محترمه. هو ما شافش افلام كتير. الجانب الاخر، الجانب الصامت، انا هذا عشان بس يعني بحاول احافظ على اعصابي بس مش اكتر. حافظ على صبرك. ليه تحافظ على صبرك؟ الفيلم جميل جدا، الفيلم رائع. انت المفروض ما تتمسكش بعالم منتهي يا شعب. انا قلت لنصيحتك مليون مره ما تتمسكش بعالم منتهي، لان زاك سنايدر دلوقتي بيشحت وراح السعوديه بيدور على شغل من تركي آل الشيخ وموف اون من حياته وعمل افلام مع نتفلكس ونجح نجاح مبهر. ولكن انا مش عايزك تتمسك بعالم منتهي، عشان عالم جيمس جان ده هيجي في يوم وينتهي، وممكن ينتهي بكره يعني، فاهم انت؟ بعد الفيلم عندي سؤال بس هينتهي بكره. هو انتهى امتى عالم زاك اصلا؟ انتهى مع زاك سنايدر جاست ليج اللي هو كان المفروض هيبدا العالم. انت متخيل؟ انا عايز افهم حاجه، بس انا عايزك ارجع بس لنقطه ايه الخطر الاعظم. فين الخطر اللي ترهبني منه في اول فيلم سوبرمان؟ يعني انا عايز دلوقتي كائن قيش عمران سوبرمان شايفه قاعد كميه برود اعصاب، ازاي اطلعه حي؟ فاهم؟ ويجي يضربه مفيش. يا نهار اسود، اقوى كائن في العالم مش عارف يضرب بتاع زي ده. سؤال بقى تاني، فاهمني ان ده هيجي في يوم من الايام هيقف قدام دارك سايد، لا مفيش، وقدام لوبو، وقدام برينياك، مفيش. هيقف قدام الكائنات الكونيه دي ازاي يعني؟ سؤال، ايه اهميه الجاستس جانج في الفيلم؟ هم جاستس جانج مبنى كبير عريض على 3 اشخاص، زي يعني سينما كبيره عريض على 3 اشخاص. تخيل كده المبنى بتاع افنجرز على ما فيهوش مثلا لا و3 شخصيات سايد كاركتر يعني، فاهم انت؟ احنا بنتكلم مثلا في هوك اي لو كان مش مهم، وباكي، وفاهم انت؟ واي حد بقى من الحساله بتاع اي حد ملوش اي لازمه يعني، فاهم انت؟ الحساله بتاع ثاندر بولز كلهم. وبعدين بيتعاملوا ان كل حاجه نقطه حواليهم. اللي هو فاهم ما حدش انا هتعامل مش داخل انا هاخد اللقطه. طب انت جايب دول عشان تهني سوبرمان؟ انا مش فاهم يعني، وعمالين يقسموا عليه شفت لما راح انقذ الولد قال له انت يو هاد ان ابجريد، يعني انا احسن منك، فاهم؟ يعني انا احسن من سوبرمان اللي جاي. بقص شعره ومطلع لي بيس ميكر. ايوه يعني بيس ميكر ده خدمني في ايه مش فاهم. طلعت ان هو موجود في العالم، ده انت مترابط قوي. الفيلم ده ما رشحليش العالم ده اتنقل ازاي يعني. انا عايز اعرف هو من عالم زاك للعالم ده احنا ماشي ريبوت ده ايه اللي حصل ازاي يعني. دلوقتي مثلا لما اشوف مثلا واحد زي بيس ميكر ده، طب ما هو كان عادي يعني. الفيلم مش يعني احنا بنتكلم مش في فيلم 10 من 10 ودي المشكله بتاعتنا. احنا بنتكلم في فيلم 3 من 10 فمش هنقف على المشكله دي. فاحنا بنتكلم على فيلم سوبرمان ان احنا كنا مستنينه بقالنا فتره. بيقول لك الفيلم اللي هينقذ دي سي وينشلها من الضياع. انا ما كنتش شايف ان دي سي ضايعه اصلا. دي سي كانت بتقدم حاجه مختلفه تماما، سيريس جدا، تون مختلف عن تون مارفل. ودي كانت الحاجه اللي انا بتفرج على دي سي عشانها، ان واحد جه في 3 افلام اختصر المخرج تاني او منتج تاني عملوه في 23 فيلم كلهم فيلر. انت بتقدم لي فيلم شخصيات هزليه، دايلوج هزلي، مره واحده ادينا الميكروفون لسوبرمان واديني بقى مونولوج انا والحديد التنا وانا ابن مصر وبحب مصر جدا وبحب بلدي، انا انسان، انا بني ادم، انا بحس، انا بشعر. زاك سنايدر كان بيعملها لك شو اند دونت تيل، كريستوفر ريفز عملها لك شو اند دونت تيل. حتى الفيلم الزباله بتاع سوبرمان ريتيرنز اللي كان فيه كيفن سبيسي عامل دور ليكس لوثر اسوأ من هولت اللي عامله في الفيلم ده. انا بالنسبه لي هولت اخد اسوأ ليكس لوثر في الدنيا يعني. ده مفيش اسوأ من ليكس لوثر انا شفته في حياتي. حلو، جالك ليكس لوثر اقرع، برافو عليك، انت كنت عايز اقرع، انت كنت عايز الكوميكس ديبكشن بتاعك، برافو عليك، عيش يا باشا مع العالم بتاعك، مبروك عليك جيمس جان، مبروك عليك العالم بتاعك، انت 100. كمل بقى ان انت تتفرج على افلام دي سي كلها بالشكل ده، كلها بالطريقه دي، شخصيات هزليه، ديالوج هزلي، مونولوج عبط، مشاهد ما تتركبش على بعض، الوان ما تتركبش على بعض. حرفيا الفيلم قلب دكتور سترينج 2 في الاخر، ان احنا بنروح عالم تاني. حرفيا دكتور سترينج 2 انا مش عارف ليه مربوط معايا، عشان الكلون تقريبا، وان كانت نهايه عالم وتداخل اكوان ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. انا برضو انصافا للحق انا عايز اسمع راي شعبان، معلش ان انا انجرفت بقى واتكلمت بتون سيريس، احنا كنا بنتكلم بتون مش سيريس تماما. ايه رايك يا شعبان في الفيلم عامه؟ ايه الداعي ان انت تعمل عالم جديد بالشكل الهزلي ده؟
عشان دي سي عايزه فلوس. انت يا ابني بتستغنى عن زاك سنايدر عشان تعمل الهبل ده؟ ماشي، ما هم ما كانش بيحبوا زاك سنايدر. فيلم تعبان ملوش اي 60 لازمه. ليه؟ قصه هزليه، ليه؟ طفولي. ايه المشاهد اللي اوحت لك بكده؟ ايه الكلام اللي اوحى لك بكده؟ عايز اعرف الوحوش اللي بتتحارب دي جت منين اصلا؟ الوحوش عباره عن ايه صح، ما نعرفش عنها اي حاجه. وليه كل الوحوش كايجو؟ ليه كلهم كبار؟ جايبوا لي بيبي في المشهد اللي بعد على طول لقيناه ضخم. طب هو اتحول لضخم امتى؟ مش دي المشكله بتاعتي. انت ليه بتجيبوا لي وهو صغير؟ ما تجيبوا لي وهو كبير يعني انت ليه تفهته لي؟ عشان عايز اضحك بس في الاول كده. ما هو بص واضح اتفرج، إن هو الله مشهد ده ليتل كوميدي. صغنونه. ويطلع نار، بيطلع نار. خبط عربيه الزباله وبتاع. يعني انا لسه افهم، بس هو سوبرمان في الفيلم دوره متهمش اصلا، يعني هو بطل الفيلم ودوره هو متهمش. سايد كاركتر في الفيلم، سايد كاركتر. ده مستر تريفيك خد دور احسن منه. جارنر اللي هو اصلا شخصيه معفنه باد از اكتر منه. هقول لك الترتيب بتاع الشخصيات. كريبتو اهم شخصيه في الفيلم، بعد كده مستر تريفيك، بعد كده جاي، بعد كده لويس لين، بعد كده المراسل الصحفي زاك سنايدر قتله وزعله ان هو قتلوه، اسمه ايه؟ جيمي اولسون. وزعلته لما زاك سنايدر قتله، والله ليه حق انه يقتله. ما بعد اللي احنا شفناه وحبيبته والهبله العبيطه اللي لا يعني انت متخيل واحد بهذا المنظر وسمته مئويه قلبه، هو وجاي جارنر. والله محي اسماعيل. لم يكن سامي يدري ان فرحته لن تكتمل. ماشي يا شباب، خلصت القول. اللي عايز يخش الفيلم ده في السينما يخشه. نصيحتي ليك خش اي ماكس. المشكله ان في اسكندريه ما فيش سينمات اي ماكس. اظن فوكس مش عارف ايه موضوعها من الاعراب دلوقتي، مش متابع الصراحه. فيلم بناء عالم، بنى عالم وبدا عالم. انا شايف ان هو انتهى معايا او انتهى معانا. العالم ده انتهى خلاص. دي سي يو، دي سي اي يو، دي سي زي، اتس اوفر. ثانك يو سو ماتش. شكرا جيمس جان، شكرا دي سي، شكرا وارنر بروز. ان انتوا بينتوا للناس قد ايه انتوا هتموتوا على الفلوس. عايزين فلوس، عايزين تقلدوا مارفل، عايزين تبقوا مارفل، مش عايزين تبقوا دي سي، مش عايزين تبقوا يور اون ايدنتي. فعاش ان انتوا يعني بينتوا يور ترو كولرز. احنا كده مش هنتقدم في حته ومش هنروح في حته ومش هحلك بقى 10 سنين 20 سنه عقبال ما تعرف ايه توديني دارك سايد، و20 سنه عقبال ما تقدم لي بقى ايه حاجه انا اكون راضي عنها. من ساعه يعني انت في فيلم فلاش قدمت لي مشهد كرتوني جدا 3 دي فايت 3 دي تعبان، جيت هنا عليت عليه وقدمت لي مشهد اسوأ وعملت لي ان ليكس لوثر بيلعب بشخصيه اكنه بيلعب بيه بدراع، بيلعب بيه بجويستيك. احنا في فيفا، احنا بنلعب دبليو 2K. عندك حاجه مره حابب تضيفها على الفيلم؟ بس لو عايز فيلم بوب كورن اتفرج على الفيلم. فيلم ايه ده؟ الله، عمال بتاكل وانت في السينما. انا عايز بس اقول حاجه، احنا دلوقتي في زمن حروب وزمن يعني ما فيهوش شغل الضحك ولا في شغل الكلام. عشان كده لما فيلم مان اوف ستيل اتعمل كان واقعي. العماير اللي بتقع والناس اللي بتموت والناس اللي بتصوت، مش ناس قاعده بتموت هنا واللي كل بيتصور عماره سيلفي. بتقع انت عارف ان سوبرمان هيجي يلحقها. مفيش حد بيموت في الفيلم، مفيش حد بيموت في الفيلم حرفيا. مش هتلاقي نقطه دم في الفيلم. يعني تخيل ارجع بقى المشهد مان اوف ستيل، الناس بتترفع بالفانتوم زون دي وبتتهبد في سيريس، في حاجه واقعيه، في حاجه سوبر واقعية. جيرل قالت لسوبرمان بيتش في الفيلم. انتوا متخيلين يا جدعان؟ انتوا عارفين العوض اللي احنا بيتش، بنتكلم فيه؟ سوبر جيرل بتقول لسوبرمان بيتش. انتوا متخيلين؟ وراح هو قاعد على كرسي دوار بيشوف التاريخ بقى بتاعه. يعني انت عايز حاجه. انت اصل ده الفيلم ده بينافس ليلو ستيتش يا جدعان حرفيا في كوميديا. انت عارف ان هو بينافس فانتاستيك فور من يمكن تفول اكتر من ليلو ستيتش. تمام. انت عندك فيلم فانتاستيك فور نازل الفتره الجايه، هيدوس على الفيلم ده عليه. رغم ان فانتاستيك فور هيحط عليه وحش. هيبقى فيلم وحش بس هيحط عليه حطه. لا وحش. مش هيبقى وحش قوي. انا بس من غير ما اشوفه اهو هيبقى وحش. انا بقول لك مش هيبقى وحش زي الفيلم. لا مش هيبقى وحش زي الفيلم ده. بس انت لو متوقع فيلم زي افلام زمان خلاص حلك كان فيه وخلص. حلك شقلب وقلب. فالفيلم ده يعني خش مع عيلتك، خش مع عيالك، خش مع كلبك بالظبط. فاهم؟ ده اهم حاجه. مع مستر تريفيك صاحبك. يعني انت بس عايزك تفهم حاجه، انت هتخش الفيلم ده هتلاقي نفسك بتضحك على قلبك. احنا اتضحك علينا في فلوس كتير قوي. انا على الفيلم ده و3 دي وبتاع. يعني انا الحمد لله الفيلم ده ما صرفتش فيه كتير يعني. بس انا دخلته بس عشان اقول يلا بينا. لكن انا اصلا كنت مصمم الفيلم ده ما اشوفهوش. شوت اوت احمد الشرنوبي، بحبك فشخ يا صاحبي. عندك حاجه شباب حابب تضيفها على الفيلم؟ ادينا كده نبذه مختصره عن ارائك.
انا ناس شايف ان الفيلم ده انا مش ضيعت وقتي والله. انا اللي خلاني دخلت على الفاضي عشان كنت انا عندي فضول عايز اشوف بس هيطلع ازاي. بس انا فرحان، انا مستمتع والله. انا دخلت الفيلم بقول لكم ليه؟ انا عرفت ان انا صح، اتاكدت ان انا صح. ايوه بس التاكد، فاليديشن ان انت صح، عقلك صح. انت انسان عندك شخصيه، عارف انت بتحب ايه وبتكره ايه، عارف الستايل اللي بتحبه وعارف الستايل اللي بتكرهه، تمام. وعارف الستايل اللي بيضايقك فين بالظبط. ما ينفعش مشهد جد او اكشن او فايت سين تدي نقطه في نص الفيلم بتسقط. تمام يا شباب، ده اللي كان عندنا النهارده. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. في خلاصه القول، تقييمي للفيلم 3 من 10. ده لو انا كده رؤوف بحل الفيلم. تقييمك كام يا عمر؟ وانا بس مش هقيم الفيلم دلوقتي لما البلوري بس ينزل الاول، بعد كده عواي. بس انا عارف التقييم مش هيزين عن 3 برضه يعني. عموما حبيبنا شاب، انا اكون رحيم بالفيلم واخليه 4 احسن. والله انت انسان محترم وكبير وناضج جدا عننا. شكرا لكم يا شباب على حسن المتابعه والمشاهده. كان معكم نادر شرف مارو محمد شعبان من داخل السينما سان ستيفانو. كنا بنتفرج على فيلم سوبرمان اللي اتمنى ان انت ما تخشوش السينما وتضيع وقتك عليه ولا فلوسك. روح اتفرج على ليو ستيتش جامد موت. Thank you so much for watching. Until next time, I hope you all have a wonderful day. Adios. Don't forget to like and subscribe.